السلام عليكم. واحدة من الأفكار اللي عندنا في التصميم إن إحنا بنحط صورة كباك جراوند. في الدروس اللي فاتت جربنا إن إحنا نحط لون كباك جراوند لإليمنت معين. من ضمن الأفكار اللي عندنا إن أنا لو عندي موقع زي كده، فأول ما الناس بتدخل بكون حاطط صورة كباك جراوند للحتة اللي إحنا بنسميها هيدر دي أو الهيرو سيكشن. بتبقى ظاهرة بالشكل ده، يعني زي ما انتم شايفين في هنا صورة كباك جراوند، هو مش حاطط صورة، هو حاطط صورة باك جراوند زي ما نكون حاطين اللون. نفس الكلام مع الفكرة دي هنا، هو هنا حاطط الصورة دي هو حاططها كباك جراوند، مش صورة دي باك جراوند للإليمنت نفسه. خلونا نجرب نفس الفكرة. أنا هنا رحت عملت اليو ال، اديت له بادنج ويت 500، هايت 500، وباك جراوند ابيض وبوردر ريديوس، وهو يو ال نفسه اليمنت عادي. اللي انا هعمله ايه؟ ان انا بدل ما بكتب باك جراوند بالشكل ده، وزي ما قلت لكم المفروض ان انا لو هكتب باك جراوند هنا اكتب باك جراوند كلر، مفيش اختلاف. لكن هنا اللي مجرد ما اقرا هبقى عارف ان هنا في لون. اللي انا هعمله ان انا بدل ما هكتب باك جراوند كلر، انا هكتب باك جراوند لكن ايمج بالشكل ده. باك جراوند ايمج علشان احط لها صوره بنستخدم معاها حاجه اسمها يو ار ال بالشكل ده، وبنفتح قوس وبنديله هنا اسم الصوره. يو ار ال دي بالنسبه للباك جراوند زي السورس بالنسبه للايمج، يعني لما تروح تقول له ايمج سورس كذا، هنا في الباك جراوند انت بتقول له ان اليو ار ال ده بتاعي هو السورس. انا هنا رحت جبت عندي اكتر من صوره. غالبا ممكن الصورة دي أو الصورة دي أنا هجرب أستخدم كات 2، ولو ادت التأثير اللي في بالي هستخدمها، ما كانش هستخدم كات 1. فأنا هنا هقول له كات 1 كات 2 دوت جي بي جي. حلو، هي اديت التأثير اللي في بالي فعلا. طيب، أنا اللي أنا عايز أعمله بس إن أنا اليو ال ده هديله ويتس زيادة شوية علشان أيوه بالظبط ده اللي أنا عايزه. اول حاجه احنا عملناها هنا، احنا الحمد لله حطينا صوره كباك جراوند بنجاح. لكن حصلت معانا مشكله انا قاصد ان هي تحصل، الا وهي لو جيتوا هنا هتلاقوا ان الصوره حجمها مثلا، وليكن احنا هنا عندنا الحجم في اليو ال 700 في 500، 700 ويت و500 هايت. الصوره اصغر من كده، الصوره اصغر من الكلام ده، يعني الهايت بتاعها اصغر من 500. احنا لو رحنا عندها، خلونا هنا نشوف الهايت بتاعها كام بالظبط. بروبرتيز هنا في الديتيلز، هي الدايمنشن بتاعها 600 ويتس في 400 هايت. هنا ويتس 600 بكسل وهايت 400. احنا كسرنا الكلام ده، فعملت ايه؟ راحت عامله ريبيت لنفسها، كررت نفسها علشان تملى الاليمنت. طيب ده كده من الواي، الكلام ده من الواي، عملت ريبيت واي. طيب على مستوى الاكس اللي هي ان احنا قلنا ان حجمها 600 لكن الاليمنت بتاعنا حجمه 700 تقريبا، عملت ريبيت اكس، فقررت نفسها. انا قاصد ان احنا نعمل المشكله دي علشان نتعامل معاها. هنتعامل معاها ازاي؟ بكل بساطه، انا عندي اكتر من خيار في الموضوع ده. الخيار الافتراضي ان انا بسمح بالريبيت، معذره، يعني ممكن اروح اقول له باك جراوند ريبيت بالشكل ده. ريبيت، اسمح لي بالريبيت عادي، انا ما عنديش مشكله مع الريبيت، فهيعمل ريبيت مش مشكله. وممكن ان انا اقول له ريبيت اكس، يعمل ريبيت اكس بس لكن هيلغي الواي، يعني زي ما انتم شايفين هنا خلاص تحت بابيض. او ريبيت واي بالشكل ده، يعمل ريبيت واي بس كده، لكن ما يعملش اكس. فهنا انا بقدر اسمح باي ريبيت فيهم، او ان انا الغي الاثنين، ان انا اقول له نو ريبيت. انا فكره الريبيت دي مش جايه معايا. فبالشكل ده بيحط الصوره وما بيعملهاش اي ريبيت، يعني بيحطها بالشكل ده. طبعا احنا هنحل المشكله دي بطريقه احسن، لكن انا هنا ماشي واحده واحده، يعني بشرح حاجه حاجه. ففي الدرس الجاي ان شاء الله هقول لك ازاي نحل الموضوع ده بشكل كويس جدا وهيخلي الصوره شكلها حلو. يبقى كده اتكلمنا عن الباك جراوند ايمج، اتكلمنا عن الباك جراوند ريبيت، وعرفنا الفكره بتاعتها ان احنا ممكن نعمل الريبيت اكس، او نعمل ريبيت اكس بس، او ريبيت واي بس، او نلغي الريبيت خالص. باقي حاجه كمان في الريبيت، لو رحنا هنا عملنا انسبكت بالشكل ده ورحنا عند الريبيت، هو هيديني اكتر من قيمه، لكن انا في قيمه معينه عايزها اللي هي الراوند.
لو عملنا راوند بالشكل ده هتلاقوا ان الصوره حجمت نفسها، عملت ستريس شويه، يعني اكنها اتمطت علشان تناسب الاليمنت بتاعها، علشان تبقى باك جراوند ماليه نفسها بالظبط. الموضوع ده ليه طريقه تانية بنعالجه بيها او بنعمله بيها، لكن برضو للعلم ان الريبيت نفسها عندها راوند تقدر تعمل بيها الموضوع ده، لان احنا هنستخدم حاجه في الدرس الجاي بتعمل نفس الموضوع ده لكنها مختلفه عن فكره الريبيت. يا رب الدرس ان هو ان شاء الله يكون واضح، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.